السلام عليكم حبايبي، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله كلكم بخير وبصحة وسلامة، وكل عام وانتم بخير، ورمضان كريم إن شاء الله، وربي يتقبل طاعاتكم وأعمالكم إن شاء الله وصيامكم. واليوم بعد غياب طويل راح نسوي وياكم إن شاء الله حلو يعني هواية سهلة وطعمها تخبل وتجنن، وإن شاء الله راح تجربوه وتدعولي إن شاء الله. وقبل ما نبدي بالوصفة سووا لايك ويلا تعالوا نبدي بالمقادير. وهسه نبدي نقول بسم الله ونشغل الضوء ونبدي بالمكونات، أو أقول لكم المقادير. مقاديرها كلش سهلة وموجودة بكل بيت. وهسه نبدي بالعجينة. أول شي عندنا كوب من السميد، وربع كوب من الزيت، وكوب من الطحينة والدقيق، وعندنا ملعقة كبيرة من البيكنج باودر، ملعقة كبيرة سكر، وملعقة كبيرة لبن. والكيري والماسكربوني هاي للحشوة، هاي بعدين نستعملها. وعندنا 3 أكواب سكر، وكوب ونص مي، وشوية ليمندوزي. شوفوا الليمندوزي شوية، يعني شوية مو هواية. شفتوا شقد توتة؟ هالقد توتة صغيرة. وهذول الشيرة. وهاي مكونات العجينة بالطرف الثاني. ويلا تعالوا نبدي سوا. نحضر أول شي الشيرة لأن لازم تبرد. هسه أول شي راح نخلي 3 أكواب من السكر، وكوب ونص من المي حار أكيد، وشوية من الليمندوزي أو ملح الليمون، وبس نحركها هيج حركة بسيطة ونخليها تقريبا 6 دقائق 7 دقائق تغلي، وبعدين نطفيها ونخليها تبرد. كنت ناسية الحليب وجبته هسه وشوفت لكم. هسه خلينا كوب سميد وكوب طحين وربع كوب زيت ونصف كوب حليب راح نخليه. الحليب كنت ناسيته، آسفة، همزين اتذكرت بعدين. وهنا ملعقة من اللبن أو الزبادي مثل ما تقولون، وملعقة من السكر، وملعقة من البيكنج باودر. أنا سويت غلطة كبيرة، ما نخلت البيكنج باودر، بس انتو لازم تنخلوها. هسه شوية تطلع لي بالعجينة هيك، يعني قطع صغيرة. هسه أول شي نعجن العجينة. إذا تشوفوها العجينة شوية لينة بيدكم عادي عجنوها وتركوها 5 دقائق، تعرفون السميد تسحب المي. وإذا شفتوها يعني ما تنلم زين، فجيبوا الطحين شوية ملعقة خلوا لحد ما تشوفون العجينة صارت عجينة متماسكة، ما تلزم يعني ما تلزق بالإيد. هسه شوفوا أنا جبت ربع كوب من الطحين همينة، وجاي أخلي ملعقتين شوية لحد ما يعني أوصل للقوام اللي أريدها. وهنا جاي أشوفكم شوية جاي أضيف الطحين وأعجن. وهنا أنا ما كنت جايبة يمي شوية زيت حتى أخلي بإيدي زيت وأعجن. رحت جبت زيت وعجنت بالزيت شوية، يعني طلعت تخبل. والطحين كلها كملتها. شوفوا البيكنج باودر شلون طلعت منها، قلت لسه تشوفون. شوفوا جاي تطلع قطع من البيكنج باودر لين ما كنت ناخلتها. شوفوا هنا صارت كلش زينة العجينة، يعني أنا ضفت ربع كوب زيادة من الطحين. هسه نبدي نشكلها ونحشيها همينة. طريقة كلش سهلة وبدقائق تصير عندكم الحلو جاهز. شوفوا هيك فتحتها مثل ما نسوي الكبة، فتحتها وحشيتها بالكيري، وبهيج بأصبعكم سووا فيها حفرة وخلوها. أني يعني كم وحدة سويت، حتى اللي ما تعرف. أكو بنات هواية بعدهم جديدات ما يعرفون الطبخ فتشي، فأني يعني اللي يجي من إيدي جاي أحاول أشرح كل شي حتى هي البنات همينة يتعلمون. شوفوا بهاي الطريقة سويت. وهنا لاحظت ومن جاي أسوي أشكل شو اسمه الحلو، فأشوفها واحدة تصير صغيرة واحدة تصير كبيرة. لا انتوا لا تسوون مثلي، سووها قياس واحد. أنا دايما كل شي بإيدي هيك يصير، انتوا حاولوا لا تجيبوها قياس واحد. وهسه جاي تتابعون الفيديو. أول شي راح تسووه شو تسوون؟ تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام، وادعوا هواية أيام مباركة أيام خير. ادعوا هواية للكل، ادعوا
ادعوا لأولادكم، ادعوا لأصحابكم، لكل الناس، وادعوا لي بطريقكم همينة. الله يسهل أمرنا إن شاء الله. وتاني شي أريدها منكم، تسووا لي لايك حلو وتنشرون الفيديو إذا ما تصير عليكم زحمة. وهسه هنا أنا كملت، شوفوا لبست الجفوف بإيدي حتى الحفر تصير بها أحلى، لأن أنا شوية عندي أظافري طويلة على مود هاي. وهسه سخنت الزيت بس ما سخنته هواية، شوية سخنته. وبعدين رأسا بعد ما خليت الحلو بيها، شنو سويت؟ رأسا نصيت النار، خليتها هي كانت درجة 3 خليتها رقم 2 أو الدرجة الثانية، حتى يعني شوية تستوي عندي. شوفوا هنا أبد ما طفيت الفيديو أني، يعني سوى يعني سويتها، ولو سرعت الفيديو حتى تشوفوها. شوفوا تقريبا أخذت عندي 7 دقائق أو 8 دقائق لحد ما استوت، بس أني وقفت براسها بس أقلب بيهم، أبد ما وقفت إيدي منا ومناك أقلب حتى ما تبقى يعني عجينة من النص. شوفوا قد حلوة جاي تستوي، ولونها تخبل، وطعمها ما أقول لكم، أنتوا جربوا قولوا لي وكتبوا لي بالتعليقات. ولو آسفة صار لي هواية ما منزلة فيديو، تعرفون مشاغل الحياة وإحنا بالغربة، يعني كل شي صعب هنا. الحمد لله على كل حال، بس إن شاء الله أحاول قدر الإمكان أنزل لكم فيديوهات، خصوصا بهاي الشهر المبارك، حتى تستفادون وتدعوا لنا، لأن دعاء الغريب مستجاب. أكثر شي نطلبه منكم الدعاء، ادعوا لنا الله يسهل أمرنا وأمركم بإذن الله، والله يتقبل منا صيامنا وطاعاتنا وعباداتنا إن شاء الله بإذن الله. وهنا شوفت لكم الشيرة باردة أكيد، أنا خليتها بالبلكون، الجو يمنا كلش بارد، فيعني بردت بسرعة وجبتها. وهسه مثل ما تشوفون كملت وجبة هسه، والوجبة الثانية هم سويتها، ومن هنا شوفوا شكد حلوة صارت، كملناها كلها. وهسه طلعت لها من الشيرة وخليتها بالصحن التقديم، وخليت عليها الفستق، فستق مو فستق اسمها، ولو آسفة اللغة مالتي، تعرفون أنا اللغة مالتي كلش حلوة العربية. الحمد لله على كل حال. شوفوا شقد حلوة صارت ما شاء الله، تخبل وتجنن، يعني جربوها والله تدعولي لأن كلش طيبة. شوفوا هاي اللي حشيتها بالكيري أو الجبنة المربعات خلي نقول، كنت صايمة ما قدرت آكل، فقطعتها والنص الثاني انطيته لابني فأكله، ويقول لي أنا كلش طالعة طيبة. وإن شاء الله أنتم هم يعجبكم، وأشكركم للمتابعة، ولا تنسون تخلون لايك، ومع السلامة حبايبي.